عندما ذهبت ليتم تكريمي من طرف رئيس الجمهورية قال لي يجب عليك الاستمرار ولكي تطور بلدك، لأن حب الوطن واجب وتنميته واجب، لذا يجب أن أدعم وطني وأعمل بجد من أجل ترقيته والمضي به قدوة. معكم المعتصم بالله السعدية، عمري 13 سنة، أدرس في السنة الثالثة متوسط من بلد الجزائر تحديدا ولاية المسيلة. شاركت في الآونة الأخيرة في بطولة 14 للروبوت والذكاء الاصطناعي بقطر، وتحصلت على المرتبة الثالثة عربية من بين 25 دولة مشاركة و800 مشارك. وفقني الله بنجاحي وتحصلي وتشريف الجزائر بالمرتبة الثالثة. وشاركت بابتكاري المتمثل في المتعقب الشمسي. في العادة نرى أن لوح الطاقة الشمسية يبقى ثابت. هذا لوح الطاقة الشمسية في البداية هو يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية لنستفيد منها، ولا تحتاج إلى عداد كهربائي وأعمدة كهربائية، ولا يستهلك الكثير من المال. هذا اللوح الطاقة الشمسية في العادة يبقى ثابت، لكن هذا الابتكار جعلت لوح الطاقة الشمسية يتتبع الشمس من شروقها إلى غروبها لاستغلال طاقة الشمس كاملة. وهذا الابتكار راح يعوض لنا 3 ألواح طاقة شمسية. بدل ما نستخدم 3 ألواح طاقة شمسية نستخدم هذا الابتكار الغير مكلف لاستخراج أكبر طاقة ممكنة من الشمس واستغلالها كاملة وإنتاج طاقة وتوفيرها بدل استخدام الأعمدة. وهذا الابتكار يصلح في المناطق النائية والصحاري، لأن جاءتني الفكرة أنه أنا أسيد دورة عن الطاقة الشمسية لأني مهتم بهذه الطاقة الشمسية. جاءتني الفكرة، شفت أنه لوح الطاقة الشمسية يبقى ثابت في جهة معينة من الشمس، يحطوا في زاوية، عنده زاوية يقيسوها ويوسعوا عمليات وكثير أشياء علشان يحطوا هذا اللوح الطاقة الشمسية. هذا الابتكار لا يحتاج هذه العمليات ولا أي شيء. هذا الابتكار تحطه في أي مكان راح يتبع الشمس من شروق إلى غروبه. من هنا جاءتني الفكرة من هذه أنه لوح الطاقة الشمسية يبقى ثابت. جاءتني هذه الفكرة لاختراع هذا الابتكار. أنا عند مشاركتي في قطر كانت قطر من بين الدول المتطورة تكنولوجيا واقتصاديا وكل شيء. قلت أنا أني لازم أشرف بلدي وأكون من الثلاثة الأوائل بتشريف ولد بلدي والصعود به إلى البلدان، إلى بلد الرقي، وأرتقي ببلدي إن شاء الله. والحمد لله وبفضل الله تم تتويجي بالمرتبة الثالثة. كانت المرتبة الأولى لشخص قطري، والمرتبة الثانية من شخص عراقي، والثالثة كانت للجزائر. والحمد لله شرفت وطني العزيز.
أنا 5 سنوات وأنا أدرس في الابتكار وأنمي في مواهبي، والحمد لله ابتكرت 6 ابتكارات. من أهم هذه الابتكارات المدينة الذكية، التي في البداية كانت عبارة عن منزل ذكي يتحكم عن بعد بالهاتف، أستطيع التحكم في جميع أجهزة المنزل وهو منادة السرقة وتسرب الغاز. طورته إلى مدينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية. هذا المشروع داخل في المدينة الذكية، بالإضافة إلى منزل ذكي وبنك ذكي، مدرسة ذكية، تعمل كل تلميذ عنده بطاقة يعبر على جهاز أمام الباب، يفتح له الباب أوتوماتيكيا وتبعث SMS للأب تاعو بأنه الابن تاعو وصل للمدرسة وأنه في أمان. فيها مصنع فرز البلاستيك أوتوماتيكيا. نفس الشيء كل عامل عنده هذه البطاقة يعقب على هذا الجهاز أمام الباب، تبعث SMS مدير المصنع بالوقت العمل تاع هذا العامل وأنه الوقت اللي دخل فيه، وإذا تأخر راح هو المدير راح يتحكم في الراتب تاعو. بالإضافة إلى أنها مناعة الحرائق وتفرز البلاستيك حسب الألوان تاعو لإعادة تدويره. أنا حاب في المستقبل إن شاء الله نفتح شركة خاصة بهذه الابتكارات والتكنولوجيا، وإن شاء الله هذه الشركة راح تكون تصنع الأجهزة الإلكترونية هنا في الجزائر، ولا نحتاج إلى استيرادها من الخارج. لذا يجب على الناس دعم هذه الأولاد، لأنها هي مستقبل الجزائر، وهي التي